بأنه كانت مساعدات كبيرة للثورة الجزائرية. هل يمكن تكلمنا باختصار عن هذه الأشكال تاع المساعدة تاع الشعب المغربي؟ الشعب المغربي الأولى في العيد الكبير كل الجلود تاع الكباش يلموهم كامل من الشعب يبيعوهم ويعطونا دراهم للجماعة. هذا من ناحية الشعب. من ناحية الملك ولا الملوك يعني ولا السلاح كي يجي لحنا من الخارج يجي ينزل في دار البيضاء. شكون اللي يستقبلوه؟ مغاربة. الجيش الملكي. الجيش الملكي هو اللي يستقبل. يخبيوه عندهم ومن بعد يعيطونا احنا نديوه. هذه في وقت محمد الخامس وفي وقت حسن الثاني قال لك شوفوا احنا نعطيكم السلاح وعطونا السلاح ومبروك. قال لكم بصح ما نحبوش كرتوشه واحده تحكي بها في بلادنا نديوه نروح ديريكت تدخلوه ولا تدخلوه. هكذا كان الحال. من ناحيه المغاربه يعني في الحقيقه ما نجموش نقولوا حليب. يعني صراحه انا في واحد الوقت كنت نهرب السلاح من اسبانيا من خلال المغرب باش يوصل للجزائر في الثوره، والملك محمد الخامس لعب دور رائعا يعني صراحه. لذا علينا عندنا انتم تسالونا والله تونس والمغرب يسالوا الثوره الجزائريه، بلا بكم ما كناش ننجحوا. كان مشي المغرب في وقت الثوره مع محمد الخامس الله يرحمه جزائر ما توليش